استني طيب، ما حدش خد باله، كلهم في الفرح. بوستك حلوة قوي. انت جربت تبوس قبل كده؟ كتير، بس انت اول واحد يبوسني. سعاد، ايوه يا احمد. لو حد تقدم لك يتجوزك اقبليه. ليه بتقول كده يا احمد؟ انت عايز تزعلني منك؟ انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس، اني اسيب الحاره. انا نفسيتي خربانه يا سعاد. لو سبت الحاره هسيبها انا كمان. انت مجنونه، سيب الحاره وتروحي فين؟ اي حته مش هقدر اعيش فيها بعد ما تمشي. ما تهددنيش يا سعاد. انا ما بهددكش يا احمد، بس بقول لك على اللي في قلبي. يا بنتي ده انا نمت وانا قاعده مستنياكي. سبتي الفرح ليه؟ ابدا اتخنقت. يعني مش هوايدك تسيبي الافراح؟ طب اللي حصل؟ وايه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ انا زهقانه ياما. زهقانه. الحمد لله يا سيدي.
عزيزي المستمع تظهر هذه العناوين على شاشة رادار المنوعات. آخر استعدادات شهر رمضان في المجمعات الاستهلاكية. مشوار السنين راح يا احمد. ده تعب بسيط وبكره يروح. اديه وحدوه. اجرني يا منصور. بقول لك ايه يا معلم رجب، قهوتك اللي هي دارنا هناخد فيها للاد العزا بتاع العم فردوس، ربنا يوسعها عليك. وحدوه. لا اله الا الله. صار الناس كده هي سيدة مباركة. اتحل. مسعود كوبايه العرباجي خرج من الحجز يا سيد. منولي، احنا جايين نصفي معاك حساب مسعود. مفيش بيني وبين مسعود العرباجي اي حساب. لا في خمرتك جابت له الوسواس. ايه يا اخويا؟ وسواس؟ وسواس. كل ليله بيحلم بابنه الذكر اللي حلته من الدنيا وهو بيموت وصاب عين. يا راجل يا مفتري يا ضلال. ايه؟ بتربى له الوسواس. بس عباس سيبه ازاي؟ يلا منولي مش كده. وسواس. يلا. اقعد عباس. روايح هلا تلاقيها والله زرع المحبة. يا سلام على الفل. ايه الندالة دي؟ احنا قاعدين نسكر واحمد امبارح ودع ست الستات. عمتنا اللي خيرها علينا ماتت يا مسعود. ايه؟ فردوس ماتت؟ ربنا افتكرها. لا حول ولا قوة الا بالله. طول عمرها شهيانة وتعبانة. كانش حد يقدر يقطمني في الدنيا اللي هي. كانت دايما تقول لي جرى ايه يا واد عباس؟ ما تشغل عضلاتك. انت حتى صايع كده وتغمزني 3 برايز. كانت تقول لي فلانك بخير يا سيد. قول لها بخير يا عم. احنا اللادي لازم نضلل على احمد، نجيب له البن والفقي والاذاعه. ده كان عشاء طاير بينا طير يا جدعان. يا عباس عباس ربنا بيفتكر الناس الطيبين. انا لما ربنا اراد ورزقني بالولد فردوس هي اللي عليك حاجه. الله يرحمها. دول 20 جنيه كل اللي حيلتي. خدوهم وربنا هيرزقكم ان شاء الله بالباقي. تشكر يا مسعود. عملت اخويا شويه بتحضر. بقول لك ايه، خلص دول 20 جنيه عايزين ازازه فاميلي سايز بدراع. يلا بتاع الوسواس. على عيني يا اخويا. انا بسواس. املا له يا ابني ازازه ب 20. املا روح. بقول لك ايه، ايه؟ نروح للواد اسماعيل فراشه نديله الازازه وناخد الاذاعه. ما نقولكمش في حاجه وحشه. ما نقولكمش في حاجه وحشه. ولا سيد، قول لي الولا سمير ان احنا خلاص جهزنا الاذاعه والشيخ الزنور على وصول. خليه يعلق على القهوه. كله ساده يا باشا. ها الله. ولا سعيد. العيال سكرانين يا عم حسن. يا راجل حرام عليك. ما هو طالع قدامك زي القرد والتاني بيناول الميكروفون ايده ما تهزيش. هو ده اللي مجنني. بس انا نفسي بقى اطوق فيهم. ما تظلمهمش. مفيش حد واقف جنبك الا هم. كدبوا عليا وقالوا انهم دفعوا للشيخ الزنقوري وجم ناس
فاكر انهم حابسينه عند عيد. الشيخ علي الزنقوري وصل. نورتنا يا شيخ زنقوري. الحمد لله على السلامه يا شيخ زنقوري. انا سلمته لكم. الزنقوري امانه في ايديكم. ها؟ طيب وده سيد. يا عباس انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام يا اخي شد حيلك يا اخي. سايكم بقال الله يا استاذ احمد. 2 4 6 8. الو الو. معنا الان الشيخ علي الزنقوري ابن عم مقرئ الاذاعه والتلفزيون الشيخ محمد الزنقوري. الشيخ الزنقوري لا يقرأ القرآن في المقاهي يا عباس. أنت قلت لي أن العزاء سيكون أمام العشاء، وأنا حضرت خصيصا لكي يخبر الأستاذ أحمد برفض القاطع والباتر. من الممكن يا أستاذ أحمد أن تستعين بالكاسيت لإحياء هذه الليلة. ليه الإصرار على صوت علي الزنقوري شخصيا؟ الكاسيت ما بينزلناش يا مولانا. المكان مش من مقامك يا شيخنا، والمكان هناك ضيق، وقلنا نوسع عليك يا مولانا. وبعدين انت واخد فلوس على قلبك قد كده، يعني تقرا في المكان اللي احنا عايزينه بشوقنا لا مؤاخذه. انا لما اخد منك مليما حتى الان يا عباس. انا اسف واكررها، علي الزنقوري لا يقرا القرآن في المقاهي. كل شويه هقول لي علي الزنقوري علي الزنقوري، يعني علي الحجار. خلاص يا زنقوري خلاص. فنان كل عزاء امام العشاء. عباس كل واحد يحمل الكرسي الذي يجلس عليه بسرعه. زيع يا سيد. وده سيد. العزاء ان شاء الله امام العشاء. لننتقل الى هناك. لننتقل الى هناك. الله العظيم. الفاتحة. ساكم. احسنت يا مولانا. احسنت يا مولانا. احسنت يا زنقوري. احسنت يا زنقوري. بارك الله. يا اخوانا ما فيش داعي، كل واحد ياخد كرسيه ويروح على القهوه، مش ناقصين مشاكل مع المعلم رجب. عيد. مين يا شيخ عيد؟ يلا يا اخويا. يلا اخلع روح. انت بتغمس من الصبح؟ ايوه. طيب يا اخي شد حيلك يا احمد، خد بالك من نفسك، البركه فيك. اسم الله عليك يا مولانا، احنا السيوله اللي معانا خلصت، طمعانين في فتره سماح منك لحد اول الشهر. ما احنا في اول الشهر يا عباس. ليه؟ احنا في كام منه؟ احنا في 5 منه. الله، ما كده يبقى خلص. شوف يا مولانا، انت قمت معانا بواجب العزاء، واحنا هنزف لك بنتك، وكده نبقى خالصين. بنتي عندها 10 سنين يا عباس. لا حول ولا قوه الا بالله. طب اسمع بقى يا زنقوري، مفيش قدامك حل غير انك تستنى لاول الشهر لحد ما تجيلنا السيوله. السيوله دي اللي بتكلم عنها يا عباس، ناقص تقول لي اكتب لك شيك؟ والله كل الناس حذرتني منك، لكني اندفعت بعواطفي وقمت بواجبي. انا في البيت ومنتظر الامانه. وصلوا الاول الحاره يا سيد. انا عارف السكه كويس يا عباس. طيب يا اخويا بالسلامه يا زنقوري. ولا انت تمام؟ انا تمام. وانت تمام؟ انا تمام. كله تمام يا ريس. تمام. ايه رايكم اجيب لكم كوبايات ومزه وتكملوا؟ تسكروا في عايز عمتي. الله، يعني انت مش واخد بالك غير من الشرب؟ ما ليلتها كلها كانت على كتافنا. والله ما انا عارف اعمل ايه من غيرها يا احمد. احنا ملناش اهل ولا قرايب، هي كانت كل حاجه لينا. ده انا لولاها كان زماني في السجن. لقيت بيته عند ولادي، عاوز بقى لوحدي. استنى. خد الديك اللي انت سارقه يا سي عباس. هتمشيني بديك رومي في نصاص الليالي يا احمد؟ نصاص الليالي ورباحها كمان. يلا السيد. أقول وقد لاحت بقربي حمامة.
ونحى بقربك عباس يا عيد. ابوتك. الله يرحم ابوتك. عملت ايه مع الزنقول؟ كل خير، خد السكه. سأل عليا؟ لا ما جابش سيرتك خالص. طب يلا روحوا ناموا، انا داخل انام. اوديك معاكم؟ احمد مرضيش يبيته عنده في العش. طب لف بسرعه يا عباس وهات سيد وديك. سيبني يا عباس. ابوس ايدك، الذبح بكره يا عيد. انا عاوز اخلص يا عباس. بس عشان اخوك احمد ياكل معانا، الذبح بكره. يبقى من اللجمه يا عباس. ماشي ماشي من اللجمه. ماشي. الموشح ابتدى. ايه البكاسه دي؟ طب ما تقول له صلح السرير. قلت له قال لي السرير سليم، العيب فينا. هو مش عباس كان وعدك انه هيرجع لك الولايه دي بعد ما طلعها من واد منصور؟ ده واد صايع بق بس، ويعتبر نقطة الضعف في فرقة الزفة بتاعتكم. مقبولة منك على قد سنك. انا مستنيه صحيح علي بوبي، حبيبي حبيب الحاره كلها، وهيعمل لي شريط كاسات. يا سلام. طب ما علي بوبي رخر فص ملح وداب، يا ريت يرجع عيد، يا ريت. ده حبيبنا كلنا يا اخي، بس ما حدش عارف فين اراضيه دلوقتي. يا ترى مسجون ولا هربان؟ هي زغرتت. الله 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 الله، ايه عدم الحساسه دي؟ هما كل يوم على الحال ده؟ والله ما بيفوت يوم يا عباس. لا حول ولا قوة الا بالله. لا بقى اديله صوت، قول له عباس عايزك. صح، عايشه بقلق وعلى الله ما ينزلش. صح يابا؟ صح يا اخويا. هحاول. منصور منصور منصور، انت يا منصور. عليا النعمة ما هيفتح له. انزل يا عباس عاوزك. الولا منصور شغال يا عم. بقول لك ايه، احنا ننام قبل ما ينزل، ده مفتري ممكن ننام على الارض بقى. ماشي الحال. انزل يا عباس عاوزك يا منصور. ما ردش عليا الجزمة. إيه؟ انتوا يا عيد. ها؟ يا عيد. ايوه يا عيد. ايوه يا عيد. يا عيد. خير يا اسماعيل. عباس وسيد عندك؟ لا. طب ما سابوش عندك امانه؟ زي ايه؟ ازازه بدراع فاميلي سايز. لا وقصة الاوساخ جم المحل وجابوا لي ازازه عشان ياخدوا الاذاعه، وقالوا لي احسن نشربها في اللمه معانا، وخدوها مني تاني. امال فين اللمه؟ يلا يا اما اتاخرت على الشغل. ايوه يا سعاد انا جايه، استنى مفتاح. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا عم، اتفضل. لا معلش، دي لقمه سعاد عاملاها لك بنفسها عشان تغير ريقك بيها، والنبي ما تكسف. يلا يا سعاد عشان هتتاخري على الشغل. ده امر الله وملناش فيه، وده دور وداير على الكل.
عدى عليا في المكتب دلوقتي. علي بوبو الوسوسي انساه يا احمد، ده حياته كلها خطر في خطر. انا خايف عليه. وضب عربيه عمتك وقف عليه، وربنا يرزقك بالحلال. ما عمتي ماتت بالحلال يا عم حسني. كانت تقوم من عز النوم بالليل وتسالني الساعه كام يا ابني، اقول لها 12 بعد نص الليل. من سكات تقوم تاخد العربيه وهي فاضيه وتسرح بيها والعيال يزفوها في الحاره. انا مستني علي بوبي عشان اخرج من الحاره بقى. انا ماليش حد يا عم حسني. ليك يا عباس وسيد وعلي وعيد وحسن. ده اخر جواب وصلني من علي بوبي. اسمع اخويا احمد، انا هربان بس المره دي مش من البوليس، ومعايا شنطه فلوس اصحابها ما يقدروش يبلغوا، لكن عاوزين يوصلوا لي. لكن على مين؟ ده انا دايب في الهوا، ونفسي لما الجو يروق سيبك من الحاره والزفه والسمين وتيجي تعيش معايا في الامان. انا نفسي تشاركني الفلوس وما تقاسمنيش الخطر، عشان عمتك والعيال وعم حسني ومغني المقابر عيد. ما تزعليش. خليكي طولة البال. كبرت يا سعاد. كبرت. أنا كبرت يا مانو. لما هجم عليا حسيت بجسمي زي ما تكون نار وقدت فيه، راسي ولعت. كنت خايفة. انا مش هقدر ازف افراح، انا قدامي لسه مده على بال ما الم نفسي. ما احناش جبلات يا جدعان. الله، حبه حساسه. يا اخوانا موت عمة احمد بردك قلب كأننا كلنا. وان شاء الله لما ارد وارجع لنا بالسلامه هبقى اعمل لكم كده كام بروفه على الطاير لزوم الانسجام. انا قلت الخلاصه. عباس يا فرج. يا عم حمزه انا بدي تتعلم دلوقتي في كل حاجه. عباس قال لهم انه اشتراه عشان زردوس عيانه، وش امه فقري. يا خوف يا عوض يكون ذبحه. انا بس اللي ادق يا عوض، وخليني اشوف شغل وحات ابوك. خير يا فرج. خير يا احمد، الباقي في حياتك. حياتك الباقيه ايه اللمه دي كلها؟ يلا يا اخويا منك لولي ملوش شغلانه، اتكل على الله. عباس فين يا احمد؟ حق يا فرج، حقي حقي حقي
انت كل كلمه بمطوه قرن غزال ولا ايه؟ لسه الحكايه دي فيك ولا عمرك استعملتها كتخيبه. اسمع يا عوض، اذا ما سبتش المطوه دي انا هلبسك قضيه سلاح. عباس وصل. استنى ان انت كلت الديك. وحشنا يا فرج، بقالك مده غطسان. ايه يا فرج مالك؟ مكلبش وشك كده ليه؟ انت غسله بنشا؟ ايدك ما تترفعش بالمطوه على صاحبك يا فرج. ايه؟ مالكش دعوه يا سيد. قول لي يا عباس، انت شفت الخلقه دي قبل كده؟ عوض ابن حارتنا، راجل مسن واسرع واحد يطلع المطوه عدم المؤاخذه ويعور نفسه. ده يقلبها مساله وضيع حقي يا جدعان. اب بالديك يا عباس. ديك؟ ديك ايه يا فرج؟ قلعني يا سيد. اقلع يا عباس. الله الله. والله عال فرج بيشك فيا، بيتهمني بالسرقه، بيشك فيا يا سيد. بيشك فيك يا عباس. فاكر كنا بنقول لك ايه في المدرسه؟ فرج فوق اصحى. ودلوقتي لازم نقولها لك تاني يا فرج، فوق اصحى. عباس اكبر من كده بكتير، ما تقول له عيد، ما تتكلموا يا خل. فرج اللي كان معايا في الابتدائي على تخته واحده واحنا الاتنين فشلنا في التعليم بيشك فيا يا ناس. البس هدومك يا عباس بدل ما البسها لك بالقوه. الناس اللي انت بتشاهدها عليا دي هي اللي قالت لي اهو. قلت له يالا ايه؟ عباس خلع ولا قلت له ايه؟ يا وانا ناقصك يا عيد. انا اللي خدت الديك. خلاص سيب لك اخوك عباس شويه يا فرج. تعال ما تخلص نفسك يا عباس، فرج مش رايد لك بالاذيه. انت كنت كده تقول. كان قلبي حاسس يا عباس. احنا في ايه ولا في ايه يا عيد؟ فرج هيودينا كلنا القسم. النهارده جاي يخبط عشان الديك، مش عارف بكره هيحصل لي ايه من تحت راسك. قلبي بالديك وخلصني. انا سرقت الديك عشان خاطر عمتي. عمتي الله يرحمها. عيد نعم. الديك فين؟ عندي. يلا اديله المفتاح عشان يجيبه. ماشي، ولا انه عمري ما اديت مفتاح لحد. خد. لا خلي سيد يروح، انا هوبلس. ايه؟ انا تعبان يا احمد، هخش جوه العشه اقعد مع نفسي شويه. روح يا سيد. خد يا سيد. دور لي طبعا القميص بتاع عيد على ما اجي. روح ورا سيد يا فرج هيجيب لك الديك. يلا يا اخويا انت وهو كل واحد يروح لحاله. يلا. انت فين يا عباس؟ انا عيد تعال. تعرف الواد منصور هو اللي واشى بينا. اصل الديك طول الليل ما بطلش كركره. هو الواد منصور. احمد انت زعلان مني يا احمد؟ والله ما عارف اقول لك ايه. خد اهو. براءة يا فرج. حقك رجع لك، اذبح لنا خروف بقى. يا سعاد لما شافتني قفلت عليها باب اوضتها ليه؟ انت مش واخد بالك، سعاد واخده على خطيرها من انا؟ من عمايلكم السودة، انت والمخفي عباس والمولد اللي عملتوه في الحاره. طب خلاص يا عم قفلي يا عم قفلي. سعاد يا سعاد رد عليها يا سعاد. لو طلعت لك مش هيحصل لك كويس، سيبها في حالها احسن لك. في ايه يا سيد؟ عايز مني ايه؟ انا لسه قلت حاجه عشان تطلعي فيها زي الصاروخ. ما كنت عايزك في موضوع. خليك في حالك، مفيش بيني وبينك اي مواضيع. انت قلب عليا ليه طيب؟ انا بقول سيب احمد في حاله، وكفايه عليه موت عمته، ده انتوا هتجيبوا له خفيف. انا ماشي يا عم. قبل ما تمشي جبت فلوس الجمعيه؟ لا يا عم، وخلي اي حد يبدل معايا، انا عايز اخد اخر واحد. ده انت كنت هتموت نفسك عشان تاخد الخامس. خلاص انا مش ضامن ظروفي ومش عايز اي حد يبقى له اي حاجه عندي. انا سنه ولطوش الهوا. استنى يا سيد ما تزعلش، انا متضايقه يا اخي. اللي متضايق يتضايق على نفسه. طب استنى ما تمشيش، انا هعمل لك كوبايه شاي. انا مش عاوز تضرب سكري ولا اقول لك رجاله على القهوه عشان تضرب قدام الشباب وتبقى علقه شبابيه. اصبر. عطلوا يا عباس. افتح. عطلوا. عطلوا ده ما بينامنيش ولدين. تعال يا اخويا. اكسر يا عباس. عامل عين على الحكومه. انزل قدام الافلاك والصيام. انت بقى من وشي يا عباس. سيبوني. سيبوني يا عباس. سيبوني. سيبوني انت يا عباس عشان ما تتعوروا. يا عباس. يا بابا مرة واحدة استعملت حقي. ما مالكش اي حق في البيت ده. لا أنا ليا حق، ده برضه بيتي. عايز تخرج بره يا عيني الادب. انت
الصورة. صورتي وانا صغير مع عمتي وانت معانا يا عم حسني. انت ما اتجوزتش عمتي ليه يا عم حسني؟ فردوس، تصدق مش عارف ليه ما اتجوزتهاش. ما كانش في نصيب. ما تغلبش عليا المواجع. ما انت ليك صورة تانية دور عليها. انا مش قادر افهم انت ازاي قدرت تجمع الصور دي كلها لاهل الحاره؟ ده مفيش حد في الحاره مفيش صوره ليه. شوف صورنا واحنا صغيرين في المدرسه. اول الواد عباس طول عمره متشرد رابط دماغه وكان باطح الناظر، وجنبه الواد فرج واقف زي اللطخ. وراهم علي بوبي. ياه وحشني علي قوي يا عم حسني. غبته المره دي طولت. تلاقيه مسافر ولا مسجون. انت هتفضل قاعد كده مستنيه. اعمل ايه؟ ما انا قعدت ادور على شغل في كل حته، كازينوهات، اجنسات، فنادق. ما عندك عربية عمتك شغلها وشغل سيد وعباس عليها. مرحبا مسعود. السلام عليكم. بقالك مده مش باين، تعالى. ابدا، انا كل يوم والتاني في الاسم. المخبرين مش هتقني. ليه وانت بتعمل ايه؟ ابدا، بسوق العربيه وانا سكران. قلت لهم الحمار عارف سكته، قالوا لي ولو. خد لك بق شاي. انا تعبان يا احمد، طول النهار بسيل اسم المكاتب والوسعايه ودورة الميه. كل ده مش مهم. اللي فارق مخ مطير النوم من عينيا ابني. خايف لا الولا يحصل اخواته الثلاثه اللي ماتوا قبل كده. اسمع يا مسعود، انا عندي ليك حل. كانت عمتي الله يرحمها قالته قدامي بالصدفه. قابلني بعد بكره في خماره منولي وربنا ان شاء الله هيعدلها. ماشي؟ ماشي يا رب يا احمد. ايوه عمتك فردوس الله يرحمها دي ست طيبه قوي، بركتها حل عليا، وانا معلق الحجاب بتاعها في صدر الولد. وشوف دعوتها خليتك تقف في سكتي عشان تساندني. يا رب ارحمها يا رب، يا رب، يا رب. مساء الخير يا عيد. اهلا يا احمد، مساء الخير. فين سيد وعباس؟ مش سامعهم، يبقوا ناموا. طب تصبح على خير. وانت بالاهل. خلاص يا ابو حميد، ربنا اذن ونويت تطلع بالعربيه. طب والله انا فرحان. فرحان يا عيد؟ طبعا فرحان، عشان بطلت تفكر تسيب الحاره زي حبيبك علي بوبي. ومين قال لك ان انا بطلت؟ ده حلم يا عيد ونفسي يتحقق، بس مش عارف ازاي. عارف عمتي الله يرحمها حتى بعد ما ماتت ريحه السمين ما راحتش من جدتها. عم حسني لما سالني قلت له انا لا بحب السمين ولا بحب العربيه ومش عايز حياتي تتعلق بيها. يا عم اعتمد على الله وعليا، حياتك لا هتتعلق بالعربيه ولا حاجه، انت مش هتعمل اي حاجه، هتقبض اخر النهار وبس، وانا يا عم هقف لك العربيه وهدور لك العمليه كلها. ماشي؟ شاهد يا عيد على كلام الواد ده؟ ايوه انا شاهد على الواد الصايع ده. ابوتك لا ها؟ من بكره هتيجي معايا المبنى. احنا قربنا نخلص. الصوره فين يا عيد؟ يا واد يا عباس، الصوره اهي. بس بقول لك ايه، حطها في مكان الصداره في العربيه، اصل دي صورتي اللي هتنزل على الشريطه. بس يا بنتي انت وهي يا بنتي. عيد يا حبيبي يا عيد، ما تسمعنا حاجه يا عيد كده. ولا عباس اجري على كرسي. من عينيا.
يا حبيبي يا عيد انا عايزك تنسى. طول ما انت مع عباس تنسى. هتاني وراك لحد ما اوصلك وتركب الزلموك. احنا قادرين ناكلها لما هنركبها. طب اقعد على الزلاوزه. غني يا قمر. جاهزين؟ جاهزين. الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية سقطات وبتكبي جدا كوكو للصبحية. يا سلام. يلا بينا على باب الله يا صنايعية يجعل صباحك صباح الخير يا استعطية. صباح الصباح. ما تغنوا انتوا بلاش هنا، ده انتوا رزلين قوي. انت فين يما؟ انا رايحه الشغل. ما تتاخريش. شغل الريكورد ده بعيد من هنا، انا مش عارف انت جايبه منين، اتكل على الله. سعاد ما عرفتكيش، ايه اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ ابدا، انا كنت جايبه لك حاجه صغيره كده بس ما تكسفنيش. وانا ما اقدرش اكسفك. عباس عينيا. اقف شويه على العربيه، انا طالع شويه لعم حسني. بالسلامه يا اخويا، خد وقتك على الاخر. ها بحبك يا احمد. احنا عشان صحاب، انا مش فاهمانه ربع. معلش ده الريحه من فين يا وحيد؟ مش مهم السؤال ده، ايه رايك بقى في ريحه كويسه قويه؟ خلوا معايا بقى اما اتفرج على الفيلم. عليك مفيش مره ما تلخبطش فيها السلالات. انا حقيقي مش عارفه اعمل ايه معاك. يا فندم الفيران كلها شبه بعضها، لا مؤاخذه يعني. لا في اختلاف، لو دققت هتلاقي، بس انت اللي كسول وغير دقيق. لا هذا يا فندم ابقى لا بسيط. دي هنا كده اهو. طب والعمل دي غير طب؟ دي. ايوه صح فعلا غيرها خالص. والعمل طب يا فندم؟ العمل انت اللي بتقولي من العمل. العمل انك تاخد بالك من شغلك وتهتم بيه. حاضر. وعاوزه انبهك لحاجه. أيوة. انت اسمك مكتوب بقلم الرصاص، يعني مش متثبت. بالظبط. حاضر. لا اوعد سيادتك ان دي اخر مره السلالات تتلخبط فيها خالص. كل مره تقولي كده. لا مؤاخذه كنت عايز اسال سيادتك على حاجه كده من زمان لو سمحت. متصله طبعا يا فندم متصله. اتفضل. انا بقول يعني الارانب بعد ما بتكبر وتبغر يعني لا مؤاخذه سيادتك بتروح فين؟ انا اصلي قلقان قوي على الارانب يعني سيادتك. ده سؤال متصل بالعمل يا سيد. الارانب والفئران واحده بترجع لنفسهم عشان بعد كده تعدم. تعدم؟ طب انا بقول يعني لو ان التجارب دي مش خطيره يعني اقدم طلب لرئيس المخازن واشتري منه الارانب دي جمله وابيعها عندنا في الحته. عندنا عين الناس في الحته ناس غلابه هيفرحوا قوي بالارانب دي سيادتك يعني. سيد انت مجنون. انا هحولك التحقيق فورا وكمان هعمل جرد على الارانب. طبعا تفكر بالطريقه دي. يا فندم عندنا ناس في الحته بياكلوا كل حاجه، بياكلوا كل حاجه وبرضك عايشين. طب تاني بقى. طب ما تسكتيش طيب. يا يا دولي قعدتك ما بقتش تلف ابوتي الكهف. ربنا وعدني بموظف يعدي عليا كل يوم وانا بشتغل. قول لي اسمك مكتوب بالقلم الرصاص. معرفش كان مبسوط قوي بالحكايه دي كده ليه. صبيلة يا بيبس، صبيلة يا اخويا، خلاص بقينا كتف الكتف. اه صبيلة صبولة يا اصحابي. طيب معاه شريط يسمعوا سوا مع بعضينا. حبيب قلب حليم. حط حليم في جيبك يا سيد. اللي لازم الفرحه ضم علشان الولد سيد سايبوه الشغل. قلبه مضروب 100 جزمه وانا مش عارف ليه.
انا لو منه كنت افرح واهيص واقلبها دانس. الراجل شغلته اكل الفئران، شغلانه رخمه بنت كلب. لا ويقول لي دي فلان تجارب يا عباس. تجارب مين يابا؟ بقول لك ايه، خلي بالك من الكلب، يروح كده ولا كده. لا انا شايف بعزي نفسي. اعمل ايه؟ عايزها تمشي. انا كنت اعرف زمان واحد زي كده برضه كان عاوز يمشيها. كنت بروح انا وعمتي المانيال علشان نزور واحده صاحبتها على النيل. كنت اشوف واحد بيجري بلبوس وحاطط ايده قدامه عشان يغطي عورته، فجأة يرمي نفسه في النيل. بعد كده عرفت من الناس انه كان بينزل بجسمه كله عشان يسلك الميت. الجدع ده شديد قوي، عشان كده تلاقيه اتكل. قبل التسجيل ده يا عباس الناس متضايقه، ولم الكلب ده اللي عمال يتنطط ويتردد كل شويه. احمد مسعود عارف بقى الكلب الاسود اللي مش عاجبك ده شايل في رقبته حياه بني ادم. سيبك من الاونطه دي، كل يوم تحكير مزاج وقله ادب، انا مش عارف اعمل ايه معاك. ولا تقدر تعمل حاجه يالا، خليك في حالك واحنا في حالنا. احنا بنحبك يا منولي وبتصعب علينا لما نضربك. امتى الزمان اسمح يا جميل. خش يا مسعود، الواد هيعيش وما تتكلم مع عباس. والله انت مالكش الا انا. ويا انت يا سيد. مؤاخذة ارفع رجليك. في حاجه منولي. خلي عندك رحمة يا اخي، تحت منك روح. انت ايه ما عندكش تمييز؟ يعني ابني هيعيش، انت شايف ايه؟ ده كلب اسود كبير ولا صغير؟ صغنن يعني في عمر ابنك. هنضلله ان شاء الله، هنلوصه، هنخليه ما يعرفش العيل من الكلب. ما هو ده اللي هيحصل يا اخوانا. انا مش هعرف اميز. لا مش هيعرف. هو مين؟ الموت. اقف يا عباس، اقف يا سيد. ايه؟ في ايه وقفتوا ليه؟ شوف امسك يا ضيع. اقعد. سيد كانه ضيع ابنك. ارجع يا عباس ورا. اسمع يا عباس، خش عليهم بقى كانك عزرائيل. عزرائيل؟ اقل منها؟ لا هلاقي الكلب. الكلب هيموت وسيد هيعيش. الكلب ده هيتربى مع ابنك، حميه، اكله، خد بالك منه. اديني الكلب يا عباس، عايز امسكه. خد بس بالراحة عليه، بالحنية كده. منولي، خمرة العيال اللي نزلت واللي هتنزل على حسابي. سامع يا منولي؟ انا مش قادر اعرف انت بأمارة ايه سموك منولي. الله الله، هو فين؟ هو مين؟ ايه مالك يا مسعود؟ ما انت شايف. الحق، ايه؟ ده العريش واقف من غير الحمار. اكيد يا مسعود واحد قطرك ومشي وراك سنة واحنا في الخمارة وسرق الحمار وساب لك العريش ونويبع. ايوه، بس هو فواز الجبل اللي سرق الحمار خارج من السجن بقاله اسبوع، صح؟ 24 ساعة والحمار هيكون عندك. بس احنا لو سيبنا العريش كده لا مؤاخذة يعني هيتسرق هو كمان. لا، ما انا مش هسيبه، هاخده معايا. مفيش بخت يا جدعان. بقول لك ايه بقى، ما دام هتسحب احنا كنا هنركب العربية وتسوق انت مسافة، ولما تتعب كل واحد فينا يسوق مسافة وعلى كده نوصل. ماشي صح. يلا يا اخوانا، يلا يا اخوانا اتكلوا على الله. يلا انا شايف يا مسعود. يلا يا مسعود. يلا يا مسعود. عشان رحت تنزلهم يا احمد. زيهم مين؟ اللي بتاكلوا الارانب. بس الدكتوره وشتني، رحت اطمن عليه، الحمد لله زي الفل. هو كان له كام جوزة يا سيد؟ كتير بتعدي. يا
مش انت لوحدك اللي بتعرف تغني يا عيني. جبت لك الرطوبه يا سعود، بكره هيكشفك. انتوا فين يا عيال؟ شكرا يا احمد. تصبح على خير. هلا يا سعود السكل، تصبح على خير. ابوتيكا ايه اشرب سيجاره بره. ايه مصحيك لغايه دلوقتي؟ مستنياك. مستنياني؟ اه مستنياك. انا شارك يا سعاد. ومال؟ ما انت لازم تفرفش، انت تعبان. انبسطت لما حكيت. اتخذت شوية، كان منظرك عجيب. عجبك شكلي؟ كنت حلوة وصغيرة. انا مش صغيرة، انا حبيتك من اول ما شفتك راجعة من القصر. كنت لابس سويتر. فواز 3 ساعات بتغسل الجتة؟ اصل فواز بقاله سنين ما غسلهاش. مش كنت اتميلت وخلصت وش الحمار ده بدل المعكاكة اللي انا فيها دي؟ البركه فيكي، انا ما بعرفش اجيب الوش عايز دقه وانا مش دقيق. فواز هتكتب عليا ولا لا؟ هتجوزك بس لما تبطلي تتفشي. بتخانق يا فواز. حرامية الحمير. انا عربية يلا يا فواز. انا بنت تتهجموا على مرة ولا الكلب، محدش منكم هيطلع سليم. ابعد يا بنت، البوليس يجي يشدك معاه. امشي. اوعى انت. يلا خد يا احمد، خد يا احمد. بس يا ابن الكلب ده. يلا يا سيع يلا. ايش هلا؟ صوته طبع عليه موته. موته في حالك. فواز فواز فواز. يا حرامية ولادك يا حرامية. انت بحياتي. صباح الفل. صباح الخير طلباتي. رجعتني شكل. انت لسه مع فواز؟ لا قوي. مع فواز ولا مع غيره؟ يخصك في ايه؟ على فكرة انا باجي العربية كتير قوي ما بلاقيكش. لا ما انا بشتغل خفيف لما اكون محتاج فلوس بس. اتفضلي. يشكر يا فول. السلام. سلام. يا عيني على الناس الحلوه اللي بينزل لهم الغزال من الجبل عدل قص جحش. فك عن نفسك، فرفش، فك بقى. يا بني ادم انت ما بتحزنش وما بتتعكننش. واحزن ليه؟ واتعكنن ليه؟ بس قول لي ايه رايك؟ ايه؟ في البيت. بقول لك ايه؟ سيد تعبان قوي زعلان من ساعه ما رفضوه. انا عرضت عليه يجي يقف في العربيه هو يسترزق، العربيه هتبقى اكل عيش وفرح قوي. الله. وانا ريس ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش في عباس؟ على العموم انا فهمتها.
قريتها وهي طايره، عشان كده اول ما جه الواد اسماعيل فراشه خدت منه عربون الزفه. كل واحد فينا يدور على اكل عيشه. انت ما بتزفش لوحدك يا عباس، فين الفلوس؟ طب حاسب حكرنيش للقميص. بقيه الفلوس اهي. هم دول؟ الباقي اشتريت بيهم جزمه. جزمه فين دي؟ في رجلي. ايه ده؟ حد يلبس بوت في عز الصيف؟ انا. هنعمل بروفه لوحدينا، ما تروح تشوف الولد سيد. صحيح الولد سيد. طب يا فرقه ستوب، خليكوا زي ما انتوا. يا سيد انا مش هزف، ما حدش شريك، انا مش هزف اسماعيل. الله، ما انا عايز اعرف ايه السبب. من غير سبب، هي كده بقى بلطجه. بلطجه الحق يا عيد، ده بيقول لك بلطجه اللي انت هتاكل عنها. اصحى يلا، الولد سيد هيفرض عليا. فوق، ده انا دمرك. مش رايح يا عباس، انا مش رايح. ما تحتاج امال يا عباس، يمكن في حاجه مضايقاه. الله، عباس. ايوه يا ريس. سيب سيد وتعالى. طب داهيه لميت علينا الصراصير. كنت هبهدلهولك. احمد رحمه من ايدي. يا ولا يا سيد، ها؟ ايه يا ولا؟ انت هتعملي فيها عاطفي يا ولا؟ خليها على صواب. ايه كده خلاص؟ لسه مش عارف صواب. يلا بس اثبت كده، امسك الورد كويس وانت عاوز كده اهو. اثبت كده، ما تتحركش. بص لصباعي اهو. بص لصباعي بقى ولا حاجه. مالك يا سيد؟ فيش. ساكت يعني وما بتتكلمش. اسماعيل بيتجوز، صاحب عيد. واحنا صغيرين كنا بنروح نصطاد سمك سوا. كان عنده عجل بياخدنا وراه زي ما يكون امبارح. عقبالك يا سيد. بالي. يوه، امال انا اعمل ايه؟ فتحية خلاص بطنها اتنفخت، مبقاش عندي امل يا سيد. كنت عايش على امل انها تنزل دور وترجع لي. يا فتحية حامل؟ ايوه. طب هي سابتك ليه؟ بص المرة دي بقى تقول لي ما تغلوش عليا زي كل مرة، ماشي؟ هقول لك يا سيد، كانت عاوزاني اطلع الطرافة اقرا والقط رزقي، انا رفضت. جوايا مطرب تعبني يا سيد، عاوز احترف في الغناء. زفة جت. هو الواد اسماعيل ده جه هنا ليه؟ هو مش كان عازل؟ لا اصل هو ما يعرفش حد هناك، قال لازم يعمل فرحه وزفته تخرج من هو من الحاره. عامل فرحه فوق سطوح خاله. بقول لك ايه يا سيد، اجهز بقى واجي نروح سوا، بلاش غلاس. ها؟ ماشي. وسلام للعريس وعشر متبوسة للناس والبوليس. سلاتنا للعروس نوسة وسلاتنا للعريس نيس وعودي نشر متبوسة نوسة للناس والبوليس نيس. عريتي لسنا مجدة تندع عرسنا مجدع عرسنا مجدع وعروس نصته أبدأ تنبدع عروسته أبدع عروسته أبدع سبحانه هو اللي جات نمع ندري وشمود نوسة وسلاتنا من العروض نوسة وسلاتنا من العريض نوسة سلاتنا من ايه مرات مربع سلام مربع سلام مربع ضغروط نوطة تلاتنا على نوطة يلا يلا تلعلع وماتنا الحاور يزرع حسودة تنطر وتلع لهروط نوسة محروط نوسة يا سلام. لا 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 لا
الدنيا ضلمت، ما حد خد باله، كلهم في الفرح. بوستك حلوة أوي. انت جربت تبوس قبل كده؟ كتير. بس انت أول واحد يبوسني. سعاد، أيوة يا أحمد. لو حد تقدم لك يتجوزك اقبليه. ليه بتقول كده يا أحمد؟ أنت عايز تزعلني منك؟ انا مش مشغول غير بحاجه واحده بس، اني اسيب الحاره. انا نفسيتي خربانه يا سعاد. لو سبت الحارة هسيبها أنا كمان. انت مجنونه، سيب الحاره وتروحي فين؟ أي حتة مش هقدر أعيش فيها بعد ما تمشي. ما تهددنيش يا سعاد. أنا ما بهددكش يا أحمد، بس بقول لك على اللي في قلبي. يا بنتي ده أنا نمت وأنا قاعدة مستنياكي. سبتي الفرح ليه؟ أبدا اتخنقت. يعني مش هوايدك تسيبي الفرح؟ طب اللي حصل؟ وإيه اللي بتعمليه ده؟ حد بيغسل بالليل؟ أنا زهقانة يا أما. زهقانة. يا حلاوتك يا جمالك يا سهول. الأئمة خبى عليا كل ده وأنا ما أعرفش. يا ساو، أنت بقى اللي كلت بعقل أحمد حلاوة؟ يا ابني احنا اصحاب. طب ما أنا صاحبه، ما ادانيش العربية ليه؟ انت عارف يا عباس. عارف إيه يالا؟ عارف انك بتاع نسوان، واي واحده هتخش هنا اهو هتعلقها وتعمل لنا مشاكل. طب وماله؟ بتاع نسوان، أنا فيا حاجة بتشد النسوان، الحاجة دي مش فيك، نصيبك بقى. تقوم تحب يا ساو. أنا شك كان في محله، يبقى أنت اللي وزيت عليا يا أحمد وأنت اللي كلت مخه. انا ما كلتش مخ حد، احمد حافظه كويس وقريك صفحه صفحه يا عباس. كده؟ طب هات الريكوردر بتاعي بقى. انت مش قاعد تتحايل على احمد عشان يعلق لك الريكوردر على العربيه؟ خلاص يا سيد، خلاص يا اخويا. وانا معقول برضه عايز عليك الريكوردر؟ انا هاخده انضفه بالتنر عشان التيست بتاع الشيخ عيد. خلاص يا اخويا ربنا يهديه. احمد، ازيك يا مسعود؟ كويس الحمد لله. الواد كويس؟ ما الواد قدامك زي الفل اهو. قربوا شويه اهو. اطمنت؟ الحمد لله. جبت السجاير؟ اه جبت لك السجاير. قولوا. حاجه بس يمكن يطلعوني النهارده. روح انت خلي بالك من نفسك. صباح الخير. اهلا. مش انت سيد برضو؟ سيد، يلزم ايه خدمه؟ لا ابدا، بسأل بس على احمد. لا مش موجود، خرج مشوار كده. الا قول لي، هو مالك العربيه؟ لا انا شغال عليه لحسابه. طب والنبي لما تشوفه بقول له ناديه سألت عليك. يوصل. ما تنساش عرب. ابوتيكا. وبعدين ايه عيد الكعه بتاعتك دي؟ انت لسه ما لبستش. والله يا عباس محتار، مش عارف البس ايه ولا ايه. يا دخاخ، من كتر اللي عندك البس الحته الزفره اللي حيلتك وشد فوق البلط. البلطو ده في صون يتبهدل، وبعدين انت مش شايف ان الدنيا حر؟ سيبك من الحر، المهم المنظر. بقول لك ايه يا عباس، بيت الفتحيه جت. الله يخيبك، انت لسه متعلق بيها؟ انساها بقى، منصور خلاص عملها. طب امشي من هنا، امشي.
يا جماعه المسؤول عن التست عباس وسيد والعبد لله، ويا اب عيد يا غطس. يلا بقى يا عيد الكل جاهز. قصر يا عيد وهات من الاخر يلا. انا ليا كلمه صغيره احب ابلغها لسيد بالذات. انا مش اقل من طاهر مصطفى في حاجه ابدا. ولا طاهر ابو زيد يا جدعان. عيد ده الجوهره السوداء، والجوهره دي لو قبت هتقلب الحاره وتغير الموازين. انا مؤمن بيك. يلا انخع واتكل على الله. هنا؟ وصدرت نادية، ايه يا بنت اللي جابك هنا؟ ودخلت ازاي؟ كسرت باب العشه وقلت اقعد استناك. ليه يا اختي بقى؟ ايه في بيني وبينك ايه؟ لا الولا فواز حرام الحمير هو اللي دسها علينا. لا فوز هرب بعد البوليس ما مسكه وانا خفت اقعد احسن البوليس يقبض عليا. طب ما تروحي يا اختي عند اهلك، ايه مالكيش اهل؟ ليه يا اهل؟ بس لو رحت لهم هيحبسوني ويحلقوا لي شعري انا عشان ما اخرجش. بقول لك ايه، اتفضلي بره العشه، الناس يقولوا عليا ايه؟ انا جايه لك عشان تشوف لي حد اقعد معاه. لا ما هو هنا مستحيل. طب استنى يا ريس، ايه رايك بس لا مؤاخذه يعني تقعد عند الست ام صبري، ست كبيره واحده ليا. ما هو الواد صبري ساعات بيرجع يبات عندهم وده بيبشر. والله عندك حق، وصبر ده واد شرس، ولو وقعت تحت ايده مش هيعتقها، ودي عامله زي العصفوره. طب وايه الحل يعني لا مؤاخذه؟ ننام احنا الثلاثه بره العشه، وهي تنام لوحدها جوه العشه، يطلع صباح نفكر على رواق. واهل الحته عدم المؤاخذه لما يلاقونا نايمين بره العشه محدش فيهم هيقدر يتكلم. صحيح الانسان سمعه. ايه في وصلتك يا احمد، واقف معاك على العربيه. نعم يا اختي. كلام عباس معقول برضه. ننام احنا بره وهي تنام جوه والصباح رباح. انتوا الثلاثه؟ احنا الثلاثه. يلا وضبي نومتك ويا حصيره الصيف واسعه. خد يا عبس. يلا يا سيد يلا. اروح فين؟ يلا. العيال فلت يا منصور. ها؟ منصور منصور منصور، عايز مني ايه؟ انت ما بتردش ليه؟ ايه؟ خلاص انت صحيح قطعت النور يا منصور. عليا الطلاق لما وصلني صوتك وانت بتغني. ايه؟ كنت عايز اقطعه، لكن الحكومه قامت بالواجب. انا مش عارف ايه اللي وزك على موضوع الغنى ده. علي بوبي قال لي صوتك حلو يا عيد، وراح وجه مراجيحي، لكن انا الكلمه علقت معايا. هي مراتي، اقصد مراتك حامل. ايوه حامل. هتسميه ايه؟ منصور. منصور خير يا عيد. لما يطلعونا رجعني معاك الحاره. يا بنت العضاضة انا يا زفت طول عمر الزفت ده انا حبيبك يا احمد. طول عمرك زفت. انا ما عملتش حاجه. قوم معايا سيب ايه البيت. جت رجليها؟ والله لا افضحك وخلي زفتك في قول يا زنقك. ناس. انت واقف شد معايا. انا عملت ايه؟ ده انا حبيبك يا احمد. ده مالي انا طيب؟ انا هتربط معاك ونام. ناموا.
هتجوز ناديه. اعد لي عليها يا احمد. نرجو مستمعينا الاعزاء ان تستمتعوا معنا بكل ما نقدمه لكم. افتح ايدك يا سيد. عايز ايه؟ تزعق ليه؟ ما تتكلم بالراحه يا عم. انتوا شربتوا وسبتوني. عايزين مني ايه بقى؟ مش الواد عباس هيتجوز البت ناديه؟ ها؟ طب استنى يا سيد، اخرج اعمل لك كوبايه شاي معايا. ده خبر جديد نوفي. كانت ليله كوبري يا هلا. انتوا اتخليتوا عني، لكن ربنا ما بينساش حد ابدا. الزملاء المحبوسين سمعوا صوتي اتكيفوا قوي، وصوتي وصل حظابط. قال لي ايه ده؟ انتوا قبضتوا على ابو حليم وافرج عني فورا. قلت له معلش يا حظابط، معايا وارث ومنصور. قال لي ايه سوري وافرج عنه هو الاخر. يا سلام، قال لك سوري؟ امال على فكره يا سيد، البنت اللي اسمها ناديه دي عكاكه قوي، خلوا بالكم منها. ها؟ انا عارفها كويس. تعالى يا سيد تعالى. بقول لك ايه، ششوريه تاكلها شعرها وخايس قوي، وانت تشوفوها كده تسلمي لميع وتوضبوها على الاخر. ها؟ انا هعمل دماغ وراجع. خدي بالك منها، دي وحدانيه. النبي الاحسن انا ايه؟ ورايا اشغال شقه مؤبده. انت مش لوحدك يا حبيبتي، كل الليله حواليكي. ما تغلطوا يا ستات يا اخواتي، ما حدش هيجي. من زمان وانا هكا منه. اوقات كتير قوي بيهفوا عليا، بيبقى نفسي اروح اشوفهم، لكن كلهم بيكرهوني ومتبرين مني. ابويا لما كان بيضربنا كان بيقول لي يا بنتي انت مفيش فايده فيكي، ولا في الحيطان تقدر تلمك. ايه يا عم اللي معادك هنا؟ قومي. ايه يا سعاد؟ جرى ايه؟ ايه يا سعاد؟ مال وشك مقلوب كده؟ كنتش خطبت منك عباس وانا مش دريانه ولا ايه؟ قال لي قاعدين يكفوكوا شر الجايين. اصل يا حبيبتي عباس طيب وعنيات ومش عارف اللي جواكي. ايه بقى اللي جوايا يا ست سعاد؟ كنتش مكشوف عنك الحجاب يا حبيبتي وانا مش دريانه ولا ايه؟ ما تخشي يا خال. انت ايه يا بت؟ خليلة عكنانه، ما تستهدي بالله. هي كانت عملت لك حاجه؟ انا ماشيه ياما ماشيه. انا ماشيه ياما ماشيه. رقصوني، انا عايزه ارقص. عاوز ايه؟ وعيد ماله تبعتي لي معاه جواب؟ عايزه اقابلك، اقول لك اللي في قلبي. قولي وخلصيني، واخر مره تبعتي لي مرسال. احمد، انا عارفه لينا دي وافقت على الجواز من عباس. ليه؟ علشان تفضل جنبك. جنب انا؟ وتبقى شركه بينكم. خلاص. عارفه مين عباس؟ مش اننا فرحي، انما بقى انها ليله سودة ومش هتعدي على خير. ليه بس يا عباس؟ يا عم حسني ده ضايقني قوي. الراجل سمير دوت اديله شهرين ما خرجش من بيته، واول انا ما اتزنقت وشحت منه جاكيته داير ورايا في كل حته. ده انت خامس واحد يوصيه على الحكايه دي. فرحان بيها، دي معموله من قماش الكنب. واللي مجنني يا عم حسني انه ما بيلبسهاش. البسها يا عباس. طب على الطلاق بالثلاثه لا لا، ولا البسها لك قدام الخلق دي كلها عشان بنفسك يا عم حسني. شوف المنظر على الطبيعه، شايف بتلق فيه هتقع منها. مسخره يابا. ايه العباشة؟ ما حاجه من ريحه الشغل، بتفكروا بايام زمان. المفروض ان المنوجست سمير وهبه ما يقلقش على حاجه مع عباس. دي جدعانه، ده اللي انا اعرفه. صح. يلا يا عباس العروسه جاهزه. ايه تاخد العروسه بدل الجاكيته؟
هات مزاد كله رجب. مين؟ انا سيد يا سعاد افتح. مش هفتح. عايز ايه يا سيد؟ ابدا انا اصلا قلقان عليك، اول مره تفوتي زفه يا بنت. انا مش عاوز اشوف حد. ولا انا ولا انت. أنا سبت الشغل يا سيد، سبت الشغل. فرح ناس حكومة عباس أخويا تختة واحدة مدرسة واحدة ورقصني يا جدع. علي احمد علي عمتي ماتت يا علي. ده علي كيفك اللي نادي عندي حس علي طبعا يا علي. استنى يا سيد استنى. يا عباس ما تملكش على نفسيتي. ما تتهدي بقى يا عباس، انت ايه الموتور مفوت؟ بقول لك ايه يا علي، من بكره نشوف شغلنا. ها انت لسه برضه بتفكر في الكاسيت؟ تيجي منك انت يا علي. فكرتني انا يا سيد، جبت لك جهاز تسجيل وكمه، انما ايه هيخليك تعيش لوحدك مع حليم. ابوسك. انا مش طالع معاكم السفينه، هختلي بنفسي على الكورنيش. توصيه حقيقي. بنفكر نبدأ حياتنا ازاي؟ سنين عدت الواحد مش واخد باله. انت لازم تيجي تعيش معايا وسيد وعباس. أجر لهم العربية وخليهم يعيشوا في عيشة عمتك لحد ما يلاقوا لهم مكان تاني. لو سبت العربية ما بين سيد وعباس هتحصل بلاوي، والواد سيد حقه هيضيع. لا الولد هيبس قلبه أبيض. لا ما دخلت حياة واحدة ست والله أعلم هتعمل معاه إيه؟ يا جدع اتهد. في إيه ده؟ أنت حلالي بلاوي. حلالك قدام الناس ربنا ايه؟ بس يا عباس. بقول لك إيه بس؟ بقول لك ايه؟ عباس. خليك حلوة كمان. ولا لا؟ خليك انت يا راجل قدام الناس. تعرف يا عباس اول مره امشي على الميه جميله قوي. أنا وحبيبي أنين نونا أمانين. لما ايه اتهد؟ تعرفي الخمرة اشتغلت في دماغي، حاسس ان في صواريخ مرشقة بجتتي. ده اللي لازم يعلم بيها الا ربنا. يا جدع انت مش عايز اوعى خليني اروح الحمام مزنوقه. الكل اسم الله اسم الله حتى العسول القاسي. عباس ما اسمح يا بدل جنبك هنا. ايه في ايه يعني؟ يا حمام حريمي يا نادي. ما انا عارف انه بتاع الحريم. تمام ما تقلقش انا مأمن المنطقة. عباس مش حلالي بلاوي. يا جدع اوعى يا عباس. اللي لا اله الا عجب يا سيد لما في اللحمه حط كتير. انت مش هتيجي هنا تاني. ايه يا عباس النهارده ليله دخلتي انا عريس بس منظري حلو، بس يظهر ان انا اتدبست. الله السفينه دي هتروح لحد فين يا علي؟ حلوان وتراب. واحنا فين بقى دلوقتي؟ احنا قدام مصر عتيق. يا حلاوه يا اصحابي ابقى عريس وتحرسوني في ليله دخلتي. انت مبسوط؟ ده انا متنيل يا سعيد. ايه استنى يا عباس. تعال هنا عباس. سيبني يا احمد يا عباس. سيبني هنا يا عباس. استنى يا عباس. روح عليا يا عباس. لا العباس. ايه استنى. ايه انا حامل نفسي في النيل. فاكرني هجيب لكم سمك؟ لا انا هجيب لكم قضيه. في صواريخ مش هعلنها بجدتي. ارمي نفسي في الميه. الميه مش هتطفيني. حسوا بيا يا جبلات. ايه في ايه؟ وقف السفينه ونزل لهم قارب. عد الجروح يا قلم. عد الجروح يا قلم. فواز الجبلي حرامي حمير بس مش حرامي نسوان. عباس سرقها مني. انا ما بقدرش انام من غيرها. انا ما بقدرش انام من غيرها. كانت بتهرب وتجيب
المرة دي اتجوزت. عباس مش هيفلت من ايدي، عباس مش هيفلت مني. انا مش هسيبها، انا مش ماشي، انا مستني. الله 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 الله، ده هيضرب الليله. سيبك منه، ده باين عليه سكران طينه. قد الجروح يا قلم. اللي هيقرب من فواز هيجيب كرشه، اللي هيقرب هيجيب كرشه. فواز كل شيء نصيب، لو ربنا رددك مش هي هتنوله. انا خايف عليك من البوليس، البوليس قالب الدنيا عليك. ركبي مش قادر تشيلني. قول لي عاوز تروح فين وانا اوديك بالقرار بتاعي. وديني عند ابني متولي. تعالى يا فواز. لا لا، انا ما بقدرش انام من غيرها، انا ما بقدرش انام من غيرها، انا ما بقدرش انام من غيرها. تعالى يا اخويا تعالى. سلاتنا للعروت نوسة وسلاتنا للعريت نيس وعوتي نشرمت بوتي نوسة للناتنس والبوليت نيس. زمان المركب وصلت حلوان وهترد تاني وهترد تاني. لا بقول لك ايه عباس، بقول لك ايه عباس مش وقته. عباس بقول لك ايه عباس حيرني عباس حيرني بقول لك مش وقته. ياه ايه مالك؟ جسمي كله اتاخد لما شفت فواز، منظره يصعب على الكافر يا جدع. وعامل لي واد جيم وفاتح لي المط والقرن غزال وعد الجروح يا قلم وركبي مش شايلاني. فك العقد يا جميل. انا مش قادر انسى منظر الواد احمد لما كان رابط رجلي واحنا قاعدين قدام العش وانا جسمي مولع نار. ولا الجدع الخواجه بتاع المركب. بليز النهارده عيد ميلادي. ثانك يو. بس يا عباس اختارلك يا عباس. عد الجروح يا قلم، عد الجروح يا قلم. عباس يا عباس يا عباس هد الله شويه، مش عارفين ان انا عباس. اوديكي فين يا صحه؟ حد يولع لي. ما تقعد يا سيد، مالك واقف ليه؟ خف شويه يا عباس، عاوزين ننام ساعه والدبان هياكلنا. يعني لازم تلمها اوكر وودوا راسكم الناحيه التانيه ودانكم لازقه في الجدار. اصحاب ايه دي؟ ايه؟ كنا بنقول ايه؟ ما نسمعه احنا مالنا؟ الله بس بقى احسن بضرر. يا دي النيله. أنا من صغري منحوس، لولا عمتك كان زماني بشحت. كانت بتتلقفني الشوارع، لمتني وكلمتني كتير، الله يرحمها. قد جروح ألم. عباس قلبه قاسي، اتريق عليا. نام يا سيد نام. أنا عايز أتجوز أحمد. انا طول عمري مؤمن بالنصيب، انت فيكش حاجه بتعيب يا سيد، والف بنت هتتمناك وتقع في حبك. بكره تتجوز يا سيدي وتملى لنا الحاره عيال. يا ريت أحمد يا ريت. طب نام نام بقى يا سيد. انا اتجوزتك عشان تعبت ونفسي استريح. لما جاني احمد تاني يوم ودخل عليا العشه، بعدين انت ما اتهكمت عليا، قال لي الواد عايز يتجوزك، ايه رايك؟ قلت له ماشي يا احمد، اتجوز عباس. ايه هو مش راجل؟ هننبط والتجريح ده لازمته ايه؟ اللي في قلبي. بقول لك ايه، انا نفسي بقى ما تبركش على نفسيتي، انا بتخانق يا عباس. عباس جنتلمان ويحب اللي تلاغيه ونفسيته عزيزه عليه قوي. او ولما انت نفسيتك عزيز عليك قوي اتهجمت عليا وعايز تاخدني بالقوه ليه؟ ام سعاد جابت اللي جوايا وقالتها لي في ليله فرحي. قالت لي انت طول عمرك يا عباس حتى انك طاير زي ذكر الحمام بتدور. انا فعلا بدور ولقيتك. على فكره يا نوني انا غير احمد والولا سيد خالص. مين اللي في الصوره دي يا عباس؟ دي مريم تبع احمد، بس بنت حلوه وزي القمر. متعلق بيها ومش قادر ينساها مع انها مش النظريه يعني.
انا جعان، ما تقومي تذبحي لنا كام جوز حمام كده، مع ان لما باكل الحمام ده ما بيقعدش في ظهري. قومي، دي بايناها ليله ما يعلم بيها الا ربنا. قومي يا اختي قومي. انت دايما مجلوش على نفسك يا احمد. فاكر ايام المدرسه؟ كنت دايما سابقني، كنت انت الزعيم. تصور يا علي، طول ما انا مستنيك ما كانتش حاجه بتفرق معايا. ازف افراح ما ازفش، اقف على العربيه ما اقفش. حاجه واحده بس اللي كانت مخوفاني من الشغل معاك. ايه هي؟ السجن. ايه بتضحك على ايه؟ ايوه بخاف من السجن يا علي. اصل انا ساعات ببقى عايز ادخل السجن عشان اهرب من الموت. الجماعه اللي بتطاردني وعايزه مني الفلوس خلاص ما عادش البوليس بيحميها. انا عايز اغسل الفلوس دي وانت اللي هتغسلها يا احمد. هاخد لك شقه في مكان حلو وتشغل الفلوس في مشروع وانا هقف ورا. هديك ورقه مهمه جدا فيها كل العناوين بتوعي. لما تقرر تعال. افتح يا عباس، بقالك 3 ايام قافل عليها. اطلق الحمام يا عباس. افتح يا عباس، افتح يا عباس. ايه سامع حاجه؟ اصوات غامضه. يلا بينا نقعد على القهوه وبعدين نرجع له تاني. يلا. يعني ايه اصوات غامضه؟ نفس الاصوات اللي بتحدث مع الواد منصور. انا في خيالي اجيب حديد واحطه على الشباك واشتري سلسله وقفل واسكر باب العشه ده خالص. أو انت في خيالك تحبسني يا عباس. يا بنت انا بحبك وبغير عليكي ونفسي اعمل عيله. يا راجل خلي عندك دم. تعمل عيله ازاي؟ هي كانت العشه بتاعتك. لو احمد ساب الحاره انا وسيد ظهرنا هيتقطم. ايه؟ احمد يسيب الحاره؟ مجيت علي بوبي دي وغوشتني. انا لازم امن نفسي. علي بوبي رامي طوبتي، بيقول لي انت بالكتير مقاسك حرامي طير. بقول لك ايه يا عباس، ما تيجي نسافر ليبيا؟ لوبيا؟ هنعمل ايه في لوبيا؟ فردة. فردة مين؟ ده نص فتوات الجبل سافروا على هناك. ده حارتنا لوحدها مصدره 5 فتوات. يا اخت احنا مالنا ومال الجبل، خلينا في الوادي. الوادي السعيد. النون في الضياع. الوادي الجديد. انت كنت ايه؟ مالك مزنده ليه؟ ما تقومي تاكلي. اسمع بقى، انا هتكلم قدام اصحابك. تتكلمي تقول ايه يا وليه يا بيكس انت؟ بطلي بكاسه بلاش احراج. الله. عباس حبسني ومش عايزني ازور ابويا، امي وحشتني. مش فكرك بيهم دلوقتي. نفسي اشوف ابويا واقول له ان انا اتجوزت وبقالي بيت عشان استريح. امي كمان هتفرح قوي، اصل امي
امي كان نفسها تلم. عارف يا احمد كانت بتقول لي ايه؟ يا ملك بخته اللي هيجوزك ويقفل عليكي بابه. كانت بتقول ايه؟ التسويق عليك. خلاص يا نادي، انا هاخدك ازورك اهلك وانا مسؤول ارجعها لك. يا ساتر يا جدع، زي ما اكون حابس قط ذكر اللي بتشامش مع الخروج. بتخانق يا عباس. ايه يا عباس، ما تاخدها يا اخي تزورها اهلها. يا لا اهلي خالص، تقول لك اهلي وقرايبي كتير بس ما بعترش فيهم. ايه يا اختي؟ فوزير رمضان ابني مات يا طب انت بقى مالك؟ اوعى مالكش قد. ابني مات يا احمد. ابني كان في الوعيد. قضاء الله وقدره. بدك يا شد حيلك، ربنا يعوضك خير. لا حول ولا قوة. ابني لا حول ولا قوة. ابني مات يا حبيبي. كفلوه ابني. ازيك يا سعاد؟ ايه ده؟ مالك يا بنت؟ يخرب بيت عقلك، وشك متغير. انت عيانه. ابدا مفيش، انا كويسه. لا مش كويسه. امك قالت لعيد انك بتقفلي عليكي اوضتك بالساعات وبتقومي في نصاص الليالي تغسلي، وبعدين ما بقيتيش تتكلمي زي زمان. انت كنت رغايه يا بنت. شفت انا جبت لك ايه؟ عقد بقى انما حكايه. ايه رايك؟ اساعدك؟ على فكره انا جايبه من زمان بس ما كانش فيه فرصه ان انا اقابلك لوحدي. سيد مالك؟ سيبني. سيد انت زي اخويا. مش وقت يا سيد. سيدي ارجوك ما تزهقنيش، انا تعبانه حرام عليكم. أنا تعبت يا حلم، تعبت. حتى علي بوبي خد مشروع الكاسيت باستخفاف. كان نفسي أشدو وأكمل مشوار المغنيين الكبار العظام. في ناس كتير ملهاش حظ. اعتبر نفسك بقى واحد منهم وريح نفسك. لا، سأكرر المحاولة ولن يهدأ لي بال. ربنا إن شاء الله يفتح علينا زي ما فتح على عبد الحليم حافظ. آمين يا رب. طلع خلينا ناكل في جو البركة اللي احنا فيه ده. أنا سامع أصوات جميلة في الهواء، أصوات بتردد أغانيه. طي الأناديل في شارع الضباب. الجو لا يخلو من سحر وعذوبة. بسم الله. فواز، ازيك يا فواز وازاي احوالك؟ نادية وحشتني. وحشتك انت وليا قلابة، فرجتي عليا الخلق. ما انا ياما قلت لك اكتب عليا. كنت هتجوزك بس انت وليا هجاجة. انت جاية ليه؟ جاي اقول لك ابعد عن الشر وغنيله. عباس لو شافك بتحوم حواليا في الحاره هيقطع رجلك. عباس بيغير عليا من دبان وشه. انا هقتله وحياة ابني متولي لاقتله. روحي قولي له مش هتتهنى بيها. قولي له فواز مش هيهنيك بيها يا عباس. طب بس اهدى، خد معاك فلوس؟ ايوه معايا. انا ما اخدش فلوس من واحده ست. فواز ما ياخدش فلوس من واحده ست. توكلي على الله، اتكلي على الله.
بقول لك ايه يا عباس؟ ايه؟ انت لازم يا اخويا تسعى لرزقك. الواد سيد مستفرد بالعربيه وبيدينا ملاليم، ما توقف عليها انت بداله. اصل الواد ده اكيد الاكيد بيخنصر من الفلوس. لا، الولد سيد ما يخونيش، ده عشرة عمر. انت خلاص ما بقتش لوحدك، كنت الاول خفيف خفيف، انما دلوقتي ما تقومنيش عليه، انا عارف زن النسوان. يلا نامي بقى، خلينا ننام. نامي. حمال الأسية يا قلبي، حمال الأسية بنسوق. عباس فين؟ جه وخرج. قلت له ان انا عاوزه. قلت له ايه؟ هتفضل واقف مستمر على الباب كده؟ ما تخش، عايزاك في موضوع. موضوع ايه؟ مفيش بيني وبينك مواضيع. لا في سي عباس مش عايز يشتغل والفلوس شحه معانا. طبعا، ما هو مش فاضي الا الخدي. لإيه؟ بنت انت، بقول لك ايه، اذا كان عباس ما يقدرش يأدبك انا ممكن أأدبك. سعاد، افتحي يا سعاد، متربسة على نفسك ليه؟ فيك ايه يا بنتي؟ اشكي لامك يا سعاد. سعاد، افتحي يا بنتي. ها قلت ايه يا عباس؟ يعني عايزاني اعمل لك ايه؟ نشوف. بالعربي بقى، احمد عايزك تمشي. هو قال لك كده؟ ايوه يا عباس. احمد يقول كده؟ واكتر من كده. فوق، اصحى، ده عايز يشاركك فيا. مين اللي عايزك شركة معايا؟ احمد. احمد؟ تضربني يا عباس؟ وانا اضربوك كمان. هو الضرب جديد عليك ولا ايه؟ دول هم اللي حيلتي في الدنيا. سوري يا اختي، هتفتري عليهم؟ جاتك داهيه. الله يخرب بيتك على بيت وزي. ايه يا عباس، انت هتقعد تتفرج عليا؟ ما اجيب هدومك. صورة الولد سيد، بحب عبد الحليم قوي. حليم قوي، هات يا اخويا هات. على فين يا عباس؟ واخد العربية ساعة الفجرية وطالع بيها على فين؟ كمل نومك انت يا سيد، مالكش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ بتسرق العربية يا عباس؟ بتسرقني انا واحمد يا عباس؟ جرى ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ انا اولى منكم الاثنين بالعربيه يا اخي. انا متجوز وماليش شغلانه والبنت هتطير مني. يعني انا ليا شغلانة؟ ما انتش ماشي يا عباس. هيمشي يا سيد بينا يا عباس. لا همشي ومش هتقدر تمنعني. امنعك يا عباس. طب خد بقى. احمد، احمد اصحى يا احمد، احمد اصحى يا احمد. ايه في ايه؟ عباس وسيد بيقطعوا بعض. ايه الساعة كام دلوقتي؟ احنا الفجر. الحق يا احمد بسرعة بسرعة يا احمد. احمد. لا يا عباس. يا عباس. يا عباس. يا عباس. ليه؟ بتعمل كده ليه يا عباس؟ تقدر عايز يهرب بالعربية يا احمد. ليه؟ ليه تعمل في اخواتك كده يا عباس؟ اخواتي؟ طب عليا وعلى اخواتي يا احمد. انا لازم اقول لاهل الحته كلهم انا ليه عايز اسيب الحاره انا ومراتي. قول يا عباس. هقول يا احمد. يا اهل الحاره اسمعوني كلكم، احمد وسيد اللي هم اخواتي واصحابي عايزين يشاركوني في مراتي، عايزين اشارك معايا وانا راجل حر. يرضيكم الكلام ده؟ لا ما يرضيهمش يا عباس. الحارة بقى اللي لازم تعرف انك ما كنتش خارج بطولك، كنت هتخون اخواتك وتسرق عربية السمين، ولما سره انكشف حب يلغوش على الموضوع بمسألة الشرف والشرك، ومش هتقعد في العيشة دي واحدة، لا انت ولا مراتك. بالسلامة يا اخويا.
اخويا ولا يقعد في الحاره كلها. دي شنطتي. لا دي شنطتها انا، هياخد هدومه هو ومراته بس. يلا خد مراتك وانت جري يا عباس، من غير العربيه اللي مش بتاعتك يا عباس. احمد عباس بيكذب يا احمد، مش كده؟ قول لي احمد انه بيكذب. انا مش عارفه اعيش من غيرك. انا بحبك يا احمد، اتجوزني، انا بحبك. الله يا ام سعاد، دي عمرها ما عملتها. كانت رغاية بطلت الكلام، بقت حاسة نفسها طول النهار مش عايزة تقول ماما. بقت أصحاب الليلة اللي هي بتغسل وبتبكي، بقت جلد على عظم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف بس إنها عايشة، مش عايزة منها حاجة. ايه في ايه يا عيني؟ أعرف بس هي سعاد هربت يا احمد، خدت هدومها وسابت الحاره. هربت سعاد؟ ايوه هربت يا اخويا، هو انت السبب. ايه السبب يا سعيد؟ انت مش فاهم حاجه. انا فاهم كل حاجه، انا دلوقتي بس صدقت عباس. انت كنت عايز تشاركه مراته عشان كده خدها وهرب. انا مصدقها يا عيد، انا مصدقها يا عيد، انا مصدقها. والله ما فاهم حاجه بس انا اشرف منهم كلهم يا عيد. يا ناس يسيبوني في حالي يا عيد، يسيبوني في حالي يا عيد، يسيبوني في حالي. انا اشرف منهم كلهم يا عيد، بس يسيبوني في حالي، يسيبوني في حالي يا عيد. انا احمد يا علي افتح. تعالى. انا تعبان يا علي. اهدى يا احمد، من بكره هتشتغل معايا. وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. مين؟ انا سيد، افتح. روح لحالك يا سيد. زعلان مني يا عيد؟ احمد ساب الحاره بسببك يا سيد. روح لحالك، مش هفتح لك. اللهم اني اسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تتوب علي وتغفر لي وترحمني واذا اردت بقوم سيد، مالك يا سيد؟ تعال تعال يا حبيبي. خش يا اخويا، تعال. تعال يا سيد، خش تعال. اعمل لك شيء. عيد ما رضيش يفتح لي الباب يا مسعود. معلش، عيد زعلان على احمد. هيكون اكتر مني، انا عريان من غيره، بس هم احسن مني. عباس واحمد احسن مني، انهم جاب لما مشوا وكشفوني. ما تباتش لوحدك، تعالى بات هنا معايا. كتر خيرك يا مسعود.
تعرفش سعاد رجعت ولا لا؟ سعاد رسالة امها قالت مفيش خبر عنها. بدأت مساء اليوم عمليات فرز الأصوات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية المحلية في 257 لجنة هامة تحت إشراف السادة القضاة والمستشارين، حيث يتم إعلان نتائج أول بأول في كل محافظة من محافظات الجمهورية. عامل ايه يا سيد؟ أن تعلن النتائج النهائية الحمد لله. راح اللي كان عامل لنا حس في الحاره. ما تعرفش عباس راح فين؟ معرفش عمال. وحشني. حتى شتمته ليا لسه بيترمي في وداني. الله يخرب بيته كان عليه حركات. يا بنفسك بتبهي وانت ظاهري حزين، العين تتابعك وطبعك محتشم ورضي ليه يا بنفسك بتبهي، ليه يا بنفسك بتبهي وانت ظاهري. احمد مرجعش. العين تتابعك وطبعك محتشم خدوا علي بوبي. ليه يا بنفسك بتبهي، ليه يا بنفسك بتبهي وانت ظاهري حزين، ملفوف وزاهي سعاد من جاي. يا ساهي أنا لم تبوح العين بكلمة منك كأنك سر بين اتنين، بكلمة منك كأنك سر بين اتنين. نادية سابتني يا سيد، سابتني ورجعت لبتاع الحمير، رجعت لفواز، بس انا راجل وطلقتها. كانت بتحب أحمد. كنت عارف، وعارف برضه ان احمد راجل وما يخونيش. ارجع عيش معايا يا عباس، أنا بقيت لوحدي. المعلم رجب ومسعود هيفرحوا قوي لما يشوفوك. يا سيد خلاص انا اتهديت، مبقتش عباس بتاع زمان. ساعة سعاد ما هربت وأحمد ساب الحارة وعيد قاعد في البيت بيقرا دعية ما بيخرجش. حتى لسه موضوع الكسل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. اللهم إني أعوذ بك من مال يكون علي فتنة ومن ولد يكون علي وبال.
علي بوبي جسمه مترشق رصاص يا عيد. لا قوة الا بالله. مين اللي بره؟ الله دنيا غريبة واللعب معاها حلو. دايما كنت بجري بدوب في الهوا عشان افضل العب معاها. الدنيا ما هياش قرشانة علي، انا عايزها. اديني الكلمة عشان اللي يموت عني علي. علي علي سعود، هات عربيتك بسرعة، لازم نتفرق قبل النهار ما يطلع. لو البوليس عرف هيبهدله ويبهدله. حي اللهم أجرني من لذة الحياة وقسوة الموت، وأجرني من حلاوة النصر وهم الهزيمة، وأجرني من نشوة الجماعة وألم الوحدة، وأجرني من فرحة اللقاء وهم الفراق، وأجرني من رحيق الفرح وعلقم الألم. أجرني فأنا منك وإليك يا أرحم الراحمين.